ازاي زيو حاجه زي دي؟ انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلق فين؟ بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وهو يحمل علم مصر خلال الحفل، وعلق بكلمة واحدة فقط قال فيها مصر. هنا في رسالة مختصرة بدت وكأنها تأكيد على تمثيله لبلده في هذا الحدث العالمي رغم الهجوم. الانتقادات جاءت بعد ظهوره على المسرح بملابس وصفها كثيرون بأنها مستفزة وغير مناسبة، وقال بعض المتابعين إنها تشبه إلى حد كبير بدلة رقص تقليدية، فيما رأى آخرون أن الفنان تجاوز حدود المقبول في اختياراته للملابس، لا سيما وأنه يشارك في مهرجان دولي يتابعه الملايين حول العالم. مهرجان كوتشيلا الذي ظهر فيه رمضان هو واحد من أهم وأكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، انت راجل مش جدع. ويقام سنوياً في نادي إمباير بولو بمدينة إنديو بولاية كاليفورنيا، ويشهد مشاركة نجوم من مختلف أنحاء العالم في مجالات البوب والراب والروك، ويقام على مرحلتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل. ويشارك في نسخة 2025 من المهرجان عدد من كبار الفنانين العالميين، أبرزهم ليدي غاغا، بوست مالون، ميسي إليوت، تشارلي إكس سي إكس وفرقة جرين داي وغيرهم، مما يضع الحفل في دائرة الضوء الإعلامي العالمي، وهو ما ضاعف من ردود الفعل حول ظهور محمد رمضان. فجر المخرج محمد زكريا عاصفة من الجدل على فيسبوك بعدما شن هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان بسبب إطلالته المثيرة للجدل في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، والتي وصفها الجمهور بالنسائية، ورفع خلالها علم مصر وسط آلاف الجماهير وهو يرتدي كروب توب ذهبي وجاكيت طويل أشبه ببدلة رقص. كتب زكريا عبر حسابه الشخصي منشورا ناريا قال فيه: مش ده اللي كان بيقول طلع السلاح وروح حارب؟ الأستاذ راح أمريكا ولبس بدلة رقص، ومفيش حد يطلع يبرر ويقول ده لبس فرعوني، أجدادنا الفراعنة ما كانوش كده. وتابع: مرض الترند عنده وعمره ما هيسيبه، مع إنه مش محتاج. ما تزعلش على الراجل لو مات، لكن ازعل عليه لو خاب. انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلق فين؟ تقدم المحامي بالنقد أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، يطالب فيه بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، متهما إياه بالترويج للشذوذ الجنسي وتقديم صورة مهينة للفن المصري والقوة الناعمة لمصر بعد ظهوره بإطلالة وصفها بالنسائية خلال حفله بمهرجان كوتشيلا الموسيقي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. مطاعم مصرية جاء في الإنذار أن إطلالة محمد رمضان التي تضمنت ملابس شبيهة ببدل الرقص شكلت إهانة للفن المصري وأعطت انطباعا سلبيا عن الشباب المصري، حيث اعتبرها المحامي ترويجا للشذوذ الجنسي وتشبها بالنساء. طيب يا سيدي شكرا كفاية. وأشار إلى أن هذه الإطلالة تضر بالصورة الذهنية للرجل المصري، خاصة في ظل التوترات السياسية مع الكيان الغاشم، مما قد يستغل للإساءة إلى مصر. اختتم المحامي إنذاره بالمطالبة بإحالة محمد رمضان إلى هيئة التأديب فوراً وتوقيع أقصى عقوبة ممكنة وهي الشطب من النقابة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ورداً على ما أثير من جدل بعد ظهور محمد رمضان في الحفل، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً أوضحت فيه موقفها القانوني، مؤكدة أن الفنان محمد رمضان ينتمي لنقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة المخولة بمحاسبته أو اتخاذ أي إجراء ضده. وأضاف البيان أن النقابة لا تملك صلاحية محاسبته على حفلات تقام خارج مصر، أما بالنسبة للعروض التي تقام داخل البلاد فهي تخضع لنظام التصاريح الفردية التي تصدر بالتنسيق مع اتحاد النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية، التمثيلية والسينمائية. أما عن الراقصة سما المصري فقالت: بيرقص أحسن مني ببدلة الرقص. سما المصري تسخر من طقم محمد رمضان وتثير عاصفة سوشيال ميديا وتعلق: لو أنا لبست كده كان إيه حصل؟ نشرت سما المصري تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك علقت فيها على ظهور رمضان قائلة: أنا عندي أخو الطقم ده بس قطعتين، طبيعي ده يا فنان؟ هي دي المفاجأة اللي قال استنوني عليها؟ يا لهوي، الطقم ده في الرقص روعة الروعة. وتابعت بسخرية: والله بيرقص أحسن مني، ارقص يا فنان،
امنعوا الضحك. هو سؤال بريء. لو أنا اللي لبست الطقم ده كان هيبقى عادي؟ هو الطقم ده مش حريمي برضو؟ ولو لبسته كان إيه اللي هيحصل؟ كنت زماني في النيابة؟ ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل بسبب ملابسه أو إطلالاته في الحفلات، حيث اعتاد منذ سنوات على تقديم عروض فنية بإطلالات خارجة عن المألوف تخلق حالة من النقاش والانقسام بين من يرى فيه فنانا جريئا ومختلفا ومن يعتبر تصرفاته استفزازية وتبتعد عن الذوق العام. لكن المشهد لم يمر مرور الكرام ليطرح السؤال الأكبر: هل نجح رمضان في تمثيل مصر عالمياً ولا خسر احترام الجمهور في سبيل لقطة ترند؟ طيب يا سيدي شكرا كفايه. ازاي يذيعوا حاجه زي دي؟ انا مش عجباني دماغك دي، كانت تحلك فين؟ هستنى تعليقاتكم حول ما أثاره هذا الشيء وما تسبب له من صورة لرؤية مصر أمام العالم. فهل أنتم مع أو ضد؟ أشوف تعلقاتكم وفي انتظار تفاعلكم على هذا الموضوع. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيلكم لزر الجرس ليصلكم كل أشعار جديد على القناة.